أهلا بكم أصدقائي. إيه الأخبار؟ جاهزين نبدأ العظمة بتاعت النهاردة؟ يلا بينا. بنرجع لكم تاني زي ما وعدناكم مع ملخص مسلسلنا الشيق سولاند، واللي أحداثه بقت قوية وسريعة، فما انصحكوش إنكم تفوتوا ولا تفصيلة فيه. بيبدأ ملخصنا النهاردة على تانج سان وزمايله والمعلم بتاعهم تشاو وهم محاصرين من الوحش الأسطوري الأفعى، وبتكون الأفعى الأسطورية دي بتستعد لمهاجمتهم. فبيقول لهم المعلم تشاو إن عمرها 1000 سنة تقريبا وهجومها قوي، ومركز تخزين طاقتها بيكون في التاج اللي على راسها. فبيقول تانج سان إنهم المفروض يحاربوها بطاقة ترددها عالي علشان يخترقوا الموجات الصوتية اللي عندها. في الوقت ده بتهجم الأفعى عليهم، فبيحاصرها تانج سان بجدران النبات الفضي بتاعته. ما ظنش النبات هينفع مع الأفعى زميلي. وبيهاجمها طالب تاني بموجات صوتية عالية، وبيركز كل طالب طاقته في إنهم يهزموها. وبيستخدم المعلم تشاو أسلوبين للطاقة في نفس الوقت، واسمهم ضغط الجاذبية والمتابعة والموجهة، وبيقدروا يهزموا الأفعى ويقضوا عليها. وبيدرك تانج سان قوة ومهارة السيد تشاو، لأنه قدر يستخدم نوعين من الروح في نفس الوقت، وهم الروح القوية والروح الخامسة، ودي حاجة صعبة جدا محدش يقدر يعملها. بيجي أوسكار وبيقول إنه هياخد جزء من تاج الأفعى ويعمله خاتم لطاقة روحه، لأنه وصل للمستوى 30. وقبل ما يقرب بتيجي ست عجوزة وحفيدتها، وبيقولوا لهم إنهم هم اللي لقوا الوحش الأول وهياخدوا التاج بتاعه علشان حفيدتها وصلت للمستوى 30. مبروك يا حبيبتي، عقبال 34، وهتعمل منه خاتم روحها. فبيطلب منهم تانج سان يثبتوا ان هم اللي لقوا الوحش الاول، فبيوروه جرح في ديل الوحش يثبت انهم هم اللي هاجموه الاول لما كانوا بيطاردوه. بس بتحصل حاجه غريبه، وهي ان المعلم تشاو بيكون خايف منهم، لانه بيقول ان الست العجوزه دي اصلا وحش اسطوري لتنين ملوش مثيل. والطلاب عرفوا قوه الست العجوزه دي لما شافوا المعلم تشاو بيعملها كويس جدا وبيحترمها، وده بيخليهم يسالوا موباي عن الست دي وليه المعلم تشاو بيحترمها كده. فبيقول لهم موباي انها عندها قوة روح وحش تنين ضخم، وهي وجوزها مرتبطين جدا وارواحهم مرتبطة، وجوزها كمان قوة روحه القتالية قوية جدا، ولو اتجمعوا هما الاتنين سوا في قتال ممكن يقضوا على المعلم تشاو بكل طلابه. وده اللي مخلي المعلم تشاو يعملها بكل احترام، علشان خايف لو ضايقها يجي جوزها كمان وتبدأ حرب هم في غنى عنها، خصوصا وسط غابة مليانة وحوش. وعشان يراضي أوسكار كمان حاول يتفاوض معاهم وقال لها ان الوحوش اللي في الغابة ملهاش مالك، وانهم هم اللي قضوا على وحش الأفعى، وبكده هم اللي من حقهم ياخدوا التاج بتاعه، وهي وحفيدتها مش من حقهم ياخدوه لمجرد انهم اصابوه بجرح بسيط او هم اللي طردوه الاول. فبتقول له الست انهم هيعملوا قتال بين حفيدتها واوسكار، واللي هيفوز منهم هو اللي هياخد التاج لخاتم روحه. في الوقت ده خاف اوسكار لانه مش واثق انه يقدر يهزمها. يا خيبتك يا زميلي، وكان بيرتجف من الخوف. فجه تانج سان وهداه وطلب من السيد تشاو انه يسمح له يقاتل بدل اوسكار، وفعلا سمح له. وده رسم البسمه على وش السيد تشاو لانه واثق في تانج سان وقدراته. وتقدم تانج مع حفيده الست العجوزه علشان يتقاتلوا، وبدات الهجوم باستخدام العصا السحريه بتاعتها، وكانت هتصيب تانج سان لكنه حاصرها في برج من الاغصان الفضيه الزرقاء من النبات بتاعه، وبسرعه قدرت تفلت منه وتهرب من الحصار. ودي حاجة محدش قدر يعملها قبل كده. وطلعت سيفها وهجمت بيه تانج سان، لكنه هاجمها بطاقته، وفضل التنين في قتال عنيف وحاد لفترة طويلة لحد ما حست الست العجوزة ان حفيدتها هتتهزم وحست بضعفها، فقالت لها تنسحب. ودت التاج لأوسكار واخدت حفيدتها ومشيت. لكن قبل ما تمشي قالت لهم انها هترجع تاني هي وجوزها. لما بنتهددش حاجة احنا، ووقتها مش هيرحموا اي حد فيهم. وبعدها فقد تانج سان الوعي من شدة القتال. بعدها قال السيد تشاو لأوسكار يروح ياخد خاتم روحه بسرعة من تاج الأفعى، وراح أوسكار واخد خاتم روحه، وده أكسبه قدرات جديدة. فضل كل الطلاب يطالبوه بأنه يكشف عن قدراته الجديدة، لكنه كان خايف لحسن تكون قوة ضعيفة والكل يضحك عليه. وبعد إلحاح منهم وافق وكشف عن قدرته، وطلعت مجرد نقانق. لكن لما ضحكوا عليه طلع بيخدعهم وكشف عن قدرته الحقيقية، وطلعت أجنحة ضخمة ادته قدرة على الطيران والجري بسرعة. وده أبهر كل الفريق لأنها قوة عظيمة اضافت لفريقهم. بعدها بيقول السيد تشاو إنهم لازم يمشوا من الغابة لأنهم مش على استعداد لمواجهة أي وحش تاني، وكمان علشان يتجنبوا عودة الست العجوزة وجوزها. في الوقت ده بيفوق تانج سان وبيقول لهم إنه وصل للمستوى 30، والكل بيهنوه على تفوقه ده.
وبيقولوا له انهم كده لازم يفضلوا في الغابة علشان يساعدوه يلاقي وحش تاني ويهزمه وياخد منه خاتم روحه عشان يكمل حلقات المستوى ال30، لان كل الطلاب عارفين ان تانج سان اقوى واحد فيهم واقوى سيد روح اتعاملوا معاه. وبعدها بيوعد السيد تشاو انه هيساعده علشان يلاقي وحش قوي يهزمه وياخد منه خاتم روحه، وبيهنيه على وصوله للمستوى ال30. مبروك يا حبيبي مرة تانية. بنشوف وحش مخيف جدا شبه الغوريلا، وبيحس بتانج سان والطلاب في الغابة وبيمشي وراهم علشان يهاجمهم. وبعدها بيطلب السيد تشاو من الطلاب انهم يستريحوا علشان بكره هيبداوا البحث عن وحش التانج سان. وفجأة بيتهز المكان كله، وبسرعة عرف السيد تشاو ان الوحش اللي جاي عملاق وقوي، وقال لهم يستعدوا للقتال ويستعدوا كمان للهروب في حالة خروج الوحش عن سيطرتهم. والكل بيستعد، وفجأة بيظهر الوحش وبيكون غوريلا ضخمة جدا، وهي سيدة الوحوش في الغابة وسيدة الغابة كلها. ده انت ناقص تقول لي سيدة الشاشة العربية. وبتكون اسمها غوريلا تيتانيا، وعندها قوة كل الوحوش، وكمان عندها حكمة البشر، وقوتها أقوى من قوة السيد تشاو بنفسه. وعشان يحاول السيد تشاو إن جابوا طلابه، بيحاول يترجاها تعفو عنهم وتسمح لهم يخرجوا من الغابة بسلام ومش هيرجعوا تاني أبدا، لكن مفيش فايدة، وبتهاجمهم الغوريلا والكل بيهاجمها بكل قوتهم، لكن مفيش أي حاجة كانت فعالة معاها، والكل كان بيقاتلها لكنها كانت أقوى منهم. وفجأة مسكت شياو واو. جري السيد تشاو على الغوريلا وقال الكل يفضل وراه، وهو هيحاول يهزم الغوريلا لوحده، وجمع كل طاقته الروحية وهاجم الغوريلا، لكنه ما قدرش يصمد قدامها ورميته بعيد فقد الوعي. جري تانج سان بكل قوته علشان يهاجمها وينقذ شياو واو، وهو رايح فضل يفتكر ذكرياته هو وشياو واو أول مرة اتقابلوا، ووعده ليها بأنه هيحميها ومش هيخلي حاجة تأذيها. بعدها هاجم الغوريلا بكل قوته، لكن برضه فشل وضربته الغوريلا وقعته وفقد الوعي. ولما فاق هو وكل زمايله لقوا الغوريلا أخدت شياو واو ومشيت. هو ده الوعد اللي وعدته لها. طلب تانج سان من أوسكار إنه ياخد منه قدرته الجديدة على الطيران ويروح يساعد شياو واو، لأنه لو ما قدرش ينقذها هيفضل ندمان طول عمره لأنها أخته بالتبني. وأخد قدرة أوسكار وفضل ماشي في الغابة بيدور على شياو واو بكل قوته. وبعدها بنشوف الغوريلا وهي ماشية بشياو واو لمكان مجهول، وبنعرف إن شياو واو تعرف الغوريلا لأنها كانت بتتكلم معاها وبتوبخها لأنها أذت صحابها، وبتقول لها الغوريلا إنها فهمت غلط وافتكرتهم بيأذوا شياو واو. وبنرجع لتانج سان وهو بيدور على شياو واو وكان منهك جدا ومش قادر يكمل بحث. وفجأة بيحس بوحش وراه بيحاول يهاجمه، لكن لحسن الحظ بيقدر يتصدى لهجماته، وبيطلع ده وحش عنكبوت الغابة وقوة روحه هي السم القاتل، وبيخرجه من رجله وعنده رجول كتير. وبيفتكر تانج سان المعلم بتاعه لما قاله على الوحش ده وإن السم بتاعه قوي جدا ونقطة منه بتقتل أي كائن حي، ونقطة ضعفه عينه. بيهاجم تانج سان الوحش وبيتقاتلوا سوا، وبيحاصر تانج سان الوحش بنباته الفضي وبيحاول يحاصر رجله لأنها سامة، وبيهاجمه في عينه، لكن الوحش بيتفادى الهجوم وبيقدر يتسلل ويصيب تانج سان برجله بالسم. وبيموت تانج سان وبينتقل لحياته التانية اللي في القرية القديمة لما كان بيواجه الرجال العواجيز. ولو مش فاهمين مين دول وايه قصتهم يبقى لازم تشوفوا الجزء الاول من ملخص المسلسل، وهنسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ولما بيفوق في حياته التانية بيكون مشوش ومش فاكر اي حاجة عن حياته من زمايله، وشياو واو بيعتذر له الحكماء عن اللي عملوه معاها اخر مرة وانهم اتسببوا في انتحاره. وبيفضل يفتكر مجرد صور من حياته التانية في الأكاديمية، لكن مش عارف مين اللي بيفتكرهم دول ولا يعرفهم منين. وبيقوم يخرج من المكان اللي هو فيه، وبمجرد ما بيخرج بترجع له كل الذكريات وبيفتكر كل حياته في الأكاديمية، وبيفكر انه لو انتحر زي المرة اللي فاتت هيقدر يرجع حياته في الأكاديمية ويقدر ينقذ شياو واو. وبيروح عند الجبل زي المرة الأولى وبيترجاه الحكماء انه ما يعملش كده ويفضل معاهم. عيب يا ابني بقى اكبر للناس اللي جايه وسايبه اشغالها دي. لكن بيقول لهم انه مش حاسس انه بينتمي للمكان ده، وكمان في حد مستنيه ينقذه. وبينط تانج سان من على الجبل وبيموت، وبينتقل للغابه وبيفتح عينه بيلاقي نفسه متحاصر بشبكه العنكبوت. وفجاه نشط قوته الداخليه علشان يهرب من الشبكه، وفعلا هرب من الشبكه واستعمل طاقه روحه التانيه اللي عباره عن مطرقه كبيره وضخمه وسحق بيها راس العنكبوت. وده انتج طاقه كبيره جدا لدرجه ان السيد تشاو والطلاب سمعوا هزه الطاقه من مكانهم. لكن الوحش ما استسلمش بسهولة وفضل يهاجم تانج سان برجله، لكن تانج سان استهدف نقطة ضعفه اللي هي عينه وهزمه وقتله وقضى عليه تماما. بعدها كان تانج سان تعبان جدا من القتال، وكمان السم كان لسه في جسمه،
فقعد يرتاح ويخرج السم من جسمه. في الوقت ده جت الست العجوزة وجوزها وحفيدتها وكانوا غضبانين جدا لأن تانج سان هزم الوحش ده كمان، وهم كانوا بيطردوه علشان حفيدتهم تقدر تاخد خاتم روحها منه. وغضبهم خلاهم يهددوا تانج سان ويدوه اختيارين، الأول إنه ينضم لأسرتهم ويساعدهم لأنه كده بوظ خططهم مرتين واعترض طريق حفيدتهم وعطل حصولها على خاتم روحها. لكن تانج سان كان عارف إنه لو انضم ليهم هيشتغل لصالحهم ومش هيعرف يعمل أي حاجة بعيد عنهم، فرفض عرضهم. وده خلاهم يدوه الاختيار التاني، وهو إنهم يقطعوا دراعه كتعويض لحفيدتهم عن خسارتها مرتين. وماله يقطعوا دراعك وانت هات دراع صناعي عادي؟ اتشتت تانج سان ومعرفش يعمل ايه، فاضطر انه يوافق ينضم ليهم بشرط انه يساعدوه الاول في انه يلاقي اخته بالتبني شياو واو. استغربوا انه ازاي كان مع السيد تشاو والطلاب وحصل فيهم كده، ولما عرفوا انهم هيساعدوه يهزم غوريلا تيتانيا خافوا لانها اقوى وحش في الغابة وعمرها 60,000 سنة ومستحيل يقدروا يهزموها. والحل الوحيد لهزيمتها ان كل اسياد الروح الاقوياء يتجمعوا ويهاجموها كلهم في نفس الوقت. وترددهم ده شتت تانج سان وما بقاش عارف هم هيعملوا ايه، هيقبلوا انضمامه ليهم بالشرط ده ولا هيقطعوا دراعه. وفجأة بيظهر السيد تشاو والطلاب وبيقلقوا من وجود السيدة العجوزة وجوزها وحفيدتها، وبيحاولوا يتفاوضوا معاهم انهم ما يحاربوهمش، وبيوافق انه يمشي من غير ما يحاربهم. لكن حفيدته هتاخد خاتم روحها من الوحش العنكبوت اللي كانوا بيطاردوه وتانج سان هزموه. لكن اوسكار بيقترح انهم يتقاتلوا عليه واللي يكسب ياخد الخاتم. ما احنا مش هنسيب المسلسل ونقعد نتقاتل على الخاتم يا اخوانا. وبما ان تانج سان تعبان من القتال والحرب فقرروا يعملوا تحدي تاني، وهو ان كل واحد منهم تانج سان وحفيدة السيدة العجوزة يستخدموا سكاكين ايده انه يثبت اوراق الشجر على الشجر بضربة واحدة، واللي هيعمل كده بمهارة اكتر هياخد خاتم الروح من العنكبوت. وبيقبل كل واحد منهم التحدي، وبتروح البنت الاول وبتثبت اوراق الشجر على الشجرة بضربة واحدة، وبعدها بيروح تانج سان وبيثبت الورق بمهارة عالية جدا لدرجة انهم ما بيشوفوش السكاكين اصلا وهي طايرة، وبيروحوا يشوفوا ورق الشجر وبيلاقوه متثبت كله بمهارة ومفيش ولا واحدة واقعة. وبكده يكون تانج سان هو الفايز. وبتكون البنت مكتئبة وحزينة لأن دي كانت فرصتها الوحيدة في الحصول على خاتم روحها من العنكبوت. وعلشان تانج سان ما يزعلهاش ندى عليها قبل ما تمشي واداها سلاح سري ليه اللي هي السكاكين الحادة، وعلمها تتعامل معاها ازاي وتستخدمها ازاي. ودي فرحت البنت جدا وحست انه عادل وطيب وشكرته ومشيت، والكل بيحييه على موقفه النبيل. وبعدها بيروح تانج سان للعنكبوت وبياخد منه خاتم روحه، وبيكتسب حلقة المستوى 30 في وسط انبهار من كل اللي حواليه. في الوقت ده بنشوف ابو تانج وهو بيمشي في الغابة وما بنعرفش هو رايح فين. ولحد هنا بينتهي ملخصنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا أحداث مسلسلنا وتعرفوا تانج سان اكتسب قوة ايه وهيقدر ينقذ شياو واو ولا لا. سلام.